لماذا رفض مطلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة باريكاس؟ أعلن سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بصفته رئيساً لمنظمة باريكاس أن الأخيرة قررت توجيه دعوات إلى 6 دول للانضمام بشكل رسمي إلى التكتل ابتداءً من فاتح يناير المقبل، من ضمنها 3 دول عربية هي الإمارات والسعودية ومصر. غياب يطرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب المفسرة لرفض طلب الجزائر عضوية المنظمة رغم التأكيدات المتتالية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن عضوية بلاده في باريكاس تحظى بدعم أغلب دول هذا التكتل. يما يرى متتبعون أن الأسباب الاقتصادية والسياسية لهذا الرفض تفرض بدورها على الجزائر مراجعة نموذجها السياسي والاقتصادي وتحديث خطابها السياسي الذي يبدو أنه سيفقد الكثير من مصداقيته بعد صفعة باريكاس. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق إن معايير توسيع مجموعة باريكاس تضمنت وزن وهبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية. وليد كبير صحفي جزائري معارض قال إن رفض الطلب الجزائري كان متوقعاً نظراً لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاداً تنافسياً ولا يملك مقومات الانضمام إلى باريكاس، مضيفاً أن عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب. وأورد كبير أن هذا الرفض يؤكد مرة أخرى فشل النظام الجزائري على المستوى الدولي، وينفي ما روجه الرئيس عبد المجيد تبون في العديد من المناسبات حول وجود إجماع لدى الدول الأعضاء في منظمة باريكاس على مسألة انضمام الجزائر. وبالتالي فشل كل المحاولات الجزائرية في هذا الإطار، بما فيها إيداع مبلغ 1.5 مليار دولار في بنك باريكاس، والجولات المكوكية التي قادت تبون شنقريحة إلى كل من روسيا والصين والبرازيل، وعقد صفقات سلاح معها في أفق إقناعها بطلب الانضمام. ورجح الصحفي الجزائري المعارض أن تكون الهند والبرازيل رفضتا هذا الانضمام الجزائري، بالنظر إلى أن قبول عضوية أي دولة يقتضي تأييد كل الدول الأعضاء في المنظمة.